أهلا بكم. في أمثال كتيرة بتعبر على إن الحالة وصلت للآخر، يعني طفح الكيل، الحل لا يسر عدو ولا حبيب، خلاص جبنا آخرنا. حضراتكم بصراحة وبدون كلام، يعني بشكل مباشر، بكلام مباشر وبدون تزويق في الكلام وبدون فلسفة، مصر تايهة أو المواطن تايه، يعني مصر والمواطن تايهين ومحدش عارفهم رايحين فين. يعني حضراتكم هقول لحضراتكم على مفارقة غريبة جدا، يعني حاجة أنا شخصيا أذتني نفسيا. يعني طلعنا وتربينا على احتفالات أكتوبر، شيء عظيم جدا، الله أكبر، بسم الله، أغنية تخلي مشاعرك كلمة، نسمع فيلم الرسول لا تزال في جيبي، ونعصر على نفسنا لمونة، ونشوف محمود ونشوف اسمه إيه ده، محمود ياسين، دمه تقيل معلش ونقول زي بعضه. لكن أغنية بسم الله الله أكبر بتهزنا وبنفرح. لكن يا إخوانا حضراتكم الغريب في نفس التوقيت اللي فيه بنفرح باسترداد الأرض اللي دفع جدودنا أرواحهم ودمائهم عليها، نشوف مثلا في ناس الإمارات عاملين يمضوا عقد إنهم أخذوا أرض من عندنا. التاريخ في نفس الوقت، يعني ما أنت تفرح ولا تزعل؟ يعني شعور غريب. يعني في اليوم اللي احنا بنحتفل بيه في استرداد أرض سيناء، جدودنا كافحوا ونضلوا من أجلها، في نفس التوقيت حضراتكم بتلاقي، وشفتوا حضراتكم الصور في توقيع العقد نفس التوقيت، يعني الأرض احنا بنسترد أرض وبنفرط في أرض. ويطلع بقى الإعلام الكاذب اللي يقول لك استثمار. استثمار إيه؟ ما هو عقد بيع، لأن أصبحت الولاية رأس الحكمة الولاية التامة لدولة الإمارات. معلش أنا صاحي النهاردة صدري تعبان شوية وعمال أكح، لأني مقهور اليوم كله، الليل كله ما نمتش من اللي أنا أفكر فيه، وقلت أخرج مشاعري مع حضراتكم فآخد بق نعناع حضراتكم. وعلى رأي المثل، جت الحزينة تفرح ما لقيتلهاش مطرح. طيب نعدي النقطة دي حضراتكم. طب هو مثلا حضراتكم مش ملاحظين إن مصر أصبحت مش موجودة؟ يعني تحس إن يعني الشخصية المصرية اختفت، يعني عاداتنا وتقاليدنا روحنا، تحس إن ما تعرفش مثلا هو إحنا مثلا ايجيبت ولا مصر، ولا احنا مثلا طيبين شريرين كرمة بخلة. تحس ان في لعب في الشخصيه المصريه، تحس ان في تخريب في الشخصيه المصريه. اظن حضراتكم متفقين عليه، وده كارثه حضراتكم. احنا مش عارفين دلوقتي احنا بقينا وضعنا ايه يعني. زائد حضراتكم المهم المواطن يا عيني، عجبني والله. مش عايز يعني مش عايز ان انا اخد حاجه حد بتاع الحد، لكن كان في امبارح اعلامي بيقول ان المواطن تايه، يلاقي المواطن يرجعه لاهله. فعلا والله المواطن تايه، لان كل اللي يحصل فيه ده وساكت، مش قادر يعيش وساكت. فهل قدامنا حل ان احنا ننقذ مصر؟ ايوه حضراتكم، هناك حل وهو وحيد لانقاذ مصر، ان احنا نتجمع ونقول لا كفايه كده حضراتكم. اظن محدش يقدر يكمل كده. احنا عولنا على كل القيادات، عولنا على كل الناس، عولنا على، يعني صوتنا اتنبح حضراتكم واحنا بنقول حرام حرام. فاحنا الحل الوحيد لانقاذ مصر وهويتها ان احنا نتحد ونتجمع. يا رب يزيح عننا الغمه دي وترجع مصر لاحضان اهلها. مش عايز اطول على حضراتكم، لكن قلت افضفض معاكم في هذا الفيديو. وفقنا الله لما فيه الخير. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.